السلام عليكم، مرحبا بكم في تعاونية الشفائين. اللي القناه الرسميه هي هذه، والمحل اللي كتسولوا عليه دائما راه هو هذا. باش نكملوا الفيديو ديالنا ديال اليوم، هذاك اللي كاين في القنت لهيه، هذاك فندق سيناتور، وهذاك اللي كاين في القنت بيض. هذا الباب رقم 1 ديال سوق الحد هو هذا. حنا غادي ندخلوا مع الباب رقم 2 ديال سوق الحد اكادير. هذا الباب هذا راه غير كتدخلوا منه مباشره كتضروا على اليسار. الا حسبتوها تحسبوا 5 د المحلات على اليسار، هي على اليسار، وغتحسبوا واحد المحل، 2 3 4 5. هاد الخمس هذا مباشره من مورا السوق، هذاك هو المحل ديال تعاون الشفاء. حنا غادي ندخلوا دابا مع هذا الباب كما قلنا، هو باب رقم 2. اييه باب رقم 2. حنا ملي غنوصلوا ليه دابا غادي نكملوا الفيديو. دابا حنا وصلنا للباب رقم 2. الباب رقم 2 غادي ندورو على اليسار مباشره. ملي ندخل مع المحل مع السوق غادي نوريكم فين غادي تدوروا ان شاء الله. تدوروا على اليسار، يعني تحسبوا 5 د المحلات هنا هكاك. شويه شاب غادي ندوروا ان شاء الله على اليسار. بداو واحد الشلال كاين هنا، هو حنا ندوروا على اليسار مباشره. السلام عليكم. تساوي جوج عندي ان شاء الله. شوني ان شاء الله نحسبوا كما قلنا. يسار المحل راه هو المحل كيبان تمايا باللون الاخضر واعر. اييه، لان واحد العدد ديال الناس كيتقداو المضاد الحيوي في السوق من الصنع اللي هو كيكون اعشاب رديئه، عسر رديء، وكيتصلوا بنا تيقول لك دير خدينا مضاد حيوي عندك في السوق الحد، ولكن راه ما عطاش النتيجه. كنطلبوا منه الصوره ديال المنتوج، كيعطينا واحد الصوره ديال المنتوج اللي هو ماشي ديالنا. اييه، حتى كارت فيزيت اللي كيصيفطينا ماشي ديالنا. المهم باش انا عندي جوج ولكن صغار ما لقيتش. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو زوين. غادي ناكلوا واحد المعلقه بعدا من هذا الخير هذا. هذا الدواء ديال البرد، هذا الدواء ديال البرد اللي كيتسمى بالمضاد الحيوي، اللي كينقي الجهاز التناسلي فيه بزاف ديال المسائل. ناكلوا واحد المعلقه كما كناكلوها ديما. بسم الله. غادي نتكلموا على بزاف ديال الناس اش كيقولوا، يعني في العلاج الامراض المستعصيه والامراض العاديه. اش كيقول لك اودي انا فات عليا الفوت، يعني اللي عطا الله عطاه، او لا هرب عليا التران، او لا سيطروطار، او لا راه كبرت، او لا هادشي راه صافي وصلنا لواحد المستوى الله يجعل البركه. حنا ما خصناش نقولوا هكاك. يعني واش انت باقي عايش، باقي كتنفس، راه باقي الحياه قدامك، يعني الحياه باقيه قدامك. خص الانسان ما حدو عايش وكيتنفس ما خصوش يوقف، يقلب على العلاج وما خصوش ييأس. هذاك الشيء اش كنقول انا دابا للناس، خصهم يتبعوا ويقلبوا وما يوقفوش، وراه العلاج غتلقاوه ان شاء الله. اليأس ما خصوش يكون، حتى ولو يكون الانسان على فراش الموت وعنده شي نبته حداه وقدر انه ينوض يزرعها، يعني اليأس ما خصوش يكون هكا. خصكم ديروا في العلاج، في العلاجات كلهم. اي واحد مريض ما خصوش يوقف، وما خصوش يقول لا راه فات عليا الفوت، او لا الترا مشى عليا، او لا سيطروطال، الشيء كامل ما خصوش يقول. ما حد النفس كتطلع وكتنزل، خاصك انت ما توقفش، قلب على العلاج. هذه نصيحه لدوك الناس اللي عندهم هذا الكسل وهذا العجز، انه ما خصهمش يوقفوا، وكون على يقين انه الشفاء غادي يجي ان شاء الله عما قريب. السلام عليكم.